لدراسة القواعد الأشورية المعاصرة. أبونا شمعون. أيوة، أهلين شكرا. أهلين بك أبونا. أهلا بك، شكرا. شوف شو كتبوا لك حلو، بعثت لك رسالة، بعثوا لك كلام طيب. ما شفت على الواتساب. انت بتنكر عليه من دون ما تقرا يظهر عليك. لا مش نافعه هيك، هذا مش نافعه، انت مقصر ابونا. بالفعل. ما بتكون بواجباتك. لا صح. شوف شو كتب ابونا واحد على احد اشرطتك. اسمع منيح، ما تقعد يلا اقرا لي ولا تعمل لي طرش هلا. تفضل. شرح رائع وجهود لا تقدر بثمن من هذا الأب الرائع. شكرا للنبي سامي لإتاحة هذه الفرصة لجميع محبي اللغة الأشورية. حلو. كتب لي هيك وبعثت لك إياهم على الواتساب. طيب، الله بعين الله بعين. يعني الله بعين. أنا بكتب لك وأنت شايف، وأنا هذا بس عجيب هذا. اوكي، وينه على الواتساب؟ على الواتساب. كيف ما طلع عندي بالصفحة الأولى هذه تطلع لي أنا شو يسموها الشاشة ما خصني تعريفات الملاحظات. أبونا كتب أحد المعلقين شرح رائع وجوده. صح، شكرا. قلت علي يا كاتب لي كثير أمور، وأنا عجيب ليش كاتب لك كثير أمور. واستعملها بمعنى الوثني ثم تحول لمعنى إيجابي، فاقترح على الموحدين تسمية أنفسهم بالحنفاء. هذا حنيف هيك. اوكي. هو اللي فهمته ابونا، بس صححني انه كلمة حنيف هي لها معنيين، معنى لغوي ومعنى ديني. المعنى اللغوي هو ماله. مش هيك؟ حناف قال لي أستاذي. حناف معناته ماله، يميله، يعني حاد عن الطريق. بس عندنا ما هيك، ما كاتب شوف حناب حنفة. لا، هاي شوف، حناب حنفة كفر صبأ ارتد إلى الوثنية. هاي لا، ما هذا المعنى الديني أبونا. هذا المعنى يعني المعنى هذه المعنى اللغوي. حتى كانت مخلي نقطتين كبار، يعني هذه كلمة أصلية آرامية، هذه حنف. منيح، بس هو أخذ المعنى الديني لأنه هو رجل دين. بس حناف معناته، وحتى حناف معناته أيضا الأعرج. واحد كتب لي هذا كلامه أعرج. لا، هذاك ما حناف، هذاك يمكن حنغ أو شيء آخر، مو بالفعل. على كل حنفة إلها معنيين، معنى مالة، نعم، مثل مرتد، مثل ملحد إلها معنى لغوي وإلها معنى ديني. فبتقول ألحد السهم، يعني نعم. لم يصب هدفه. أيوة، زاغ. الملحد صار بعدين. أيوة، زاغ. حناف إلها معنيين بالسرياني. معنى وانا أكدت منه البارح بالليل، قلت له حناف هو الفعل، ما بدي دين، بدي فعل. قال لي هو فعلا معناه ماله، ملوش علاقة بالدين. بس عجيب ما كاتبوا هوني. انت اللي شوف القاموس الآخر سرياني يقول لك إياه. أيوة. هذا ثقيل. شايف ايش قداته هذا؟ كبير. ما هو هيك. هذا كاسل انظر به، هذا انه ثقيل. ايوه، احنا يا ريت اعرف اقرا مثلك. يا ريت.
خنب حنفة محنب محنبين محنبة. شوف هذا مرات هذا يذكر به المشتقات. ايوه هذا يذكر. ايوه شوف احنا يقول حنفة شقرة نزبي ببت وبالخيب ثخرة وخل هون يلين دمالقين رشي عايث ولا يذعين لا لها هوبا كي هون خنبثة خنباثة خنبوثة. لا هو نفس المعنى، ما في عنده معنى آخر. لا هو يعني تكرم غشاش مرائي وبالخيب ثخرة يعني عابد الأصنام. لا أبونا هذا غلط. هذا غلط. هذا المعنى الديني. هذا هو المعنى الديني مو اللغوي. المعنى اللغوي معناته ماله. وين نشوف هذا معنى اللغوي؟ لأنه عندنا هاي قواميس اللغة، عندنا تعال هذه اللغة القديمة هي هاي. على كل مو مشكلة. نشوف يلا. على مشكلة. يلا أبونا فرجينا شوف جعبتك. أيوة شوف هلا قبل خلي عمل البارتاج مثل ما تقول. بالإنجيل الرباعي كلمة هو بيستعمل دائما كلمة حنيف بمعنى الحنفاء، بمعنى الوثنيين. طبعا. الإنجيل الرباعي كله نحن بكل كتبنا يعني موجودة باللغة القديمة واللغة الحديثة كلها هي بهالمعنى، معنى واحد. ما أبد ما شفت أنا معنى الآخر في أي مكان. على كل حال الله بعين. أنا بس الله بعين. يلا فرجيني ما علينا. شوف نحن طبعا نرجع إلى مكان انتهينا منه في الحلقة السابقة، وكنا طبعا هاي حلقتين 3 نحن واصلين إلى الفصل 12 من كتابي الذي هو عن الجذور المختلفة. فكنا بعدنا في اللوح الأول الواح اللي مختص بالجذور الثلاثية الثلاثية السالمة. فوصلنا إلى الحرف الصاد، طبعا بالأبجدية ماشيين بالحرف الصاد. وصلنا إلى كلمة صامخ. هنا كاتب أنا هون إشارة مسوي. أيوة صامخ يضيء، وهاي قلناها يضيء وقلت أنا تكلمنا عنها. الآن راح نكمل. بعدها يجي كلمة صامر بالصاد، صاد ميم راء، يحتبس، يعني لما الماء يحتبس في مكان. أبونا يظهر أنت مش النص تاعك مش على كل الشاشة. باين علي ولا أنت كل الشاشة؟ عندي على كل الشاشة، يعني كبره شوية. هيك مليح. هيك منيح الشاشة مش عارف كل شو القصة. على كل نخليه هيك منيح. اوكي خلي اعمل هذه. ايوه اعمل هاي. يستوي هي. نعم. وتعمل برويو. بس خليه قبل كان لازم اعمل بيو وبعدين اعمل هذه. شو اعمل؟ نعم صحيح، دائما انسى هذا لانه اوكي ما متعود على هالشيء فانساه كثير مرات. خلي نشوف. وهون من جديد نعملها هيك للشاشة. هلا أصغر شوية لازم. أصغر شوية. أيوة أصغر شوية بقى. حتى أصغر من جديد لازم أرجع هيك شوية. أيوة هلا مليح. هلا هيك منيح. هكذا مليح. أوكي. فإذا كنا نحن لا هيك ما طلع العمود الأول، ما طلع العمود الأول. خلي أصغر شوي الأخ. هيك لازم حتى العمود الأول أيضا هيك منيح. خلينا نروح إلى صادة. كنا صادة قلنا صامخ صامر. هون صاد ميم راء صامر
يحتبس، لما يحتبس الماء في مكان، أو حتى احتباس البول اللي يكون عنده هذه وعريش هذه الوجع هذا والمرض. المهم، والكلمة اللي بعدها صابخ، صاد بي خاء، يهجم. صابخ، صبخ لصابخ، هجم يهجم، يهجم. بعدين عندنا صارخ، مثل العربي يصرخ، صارخ، صاد راء خاء. بعدين عندنا صارب، صاد راء بي، يصطلي. هذه يصطلي، يصلي، يصلي، صارب، صارب. عندنا كلمة أخرى، نجي على، خلصنا من صاد، نجي على القاف. قابل، نفس الشيء، يقبل مثل العربي. وقاور، قاف باء ملينة راء، يقبر مثل العربي، قابر، قاور، يقبر. عندنا قادح، قادخ، قاف دال خاء، يقدح مثل العربي، قادخ، يقدح. اوكي. وعندنا قادل، قاف دال لام، يقفل، يقفل. عندنا بعدين قادم، قاف دال ميم، يتقدم، قادم. عندنا بعدين قاوخ، قاف واو خاء، يصيح، يصيح بأعلى صوت، أو يصيح. أوكي. بعدين عندنا قاول، قاف واو لام، يشتكي، قاول. وعندنا كلمة الأخرى قاوص، قاف واو صاد، صاد، ينادي، قاوص، ينادي. وعندنا كلمة قاطل، قاف طاء لام، يقتل، قاطل، يقتل، يشبه العربي. عندنا بعدين قاطع، قاطع، قاف طاء عين، يقطع مثل العربي. عندنا بعدين قاطب، قاف طاء باء بي، قاطب، يخطف. وبعدها عندنا كلمة قاطر، قاف طاء راء، يعقد أو يقطر. فقطار، قطيرة، قاطورة، القاطرة والمقطورة، قاطورة وقطيرة. شوف هون، قاطورة اسم الفاعل، قطيرة اسم المفعول. فالقاطرة والمقطورة، قاطورة وقطيرة. قاطر، يقطر أو يعقد. عندنا قالب، قاف لام باء، يقلب، العربي وهي أرامية أيضا. أوكي. وبعدين عندنا قالب، قالب بالباء يقلب، بالبي قالب يقشر، 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 يقشر الشيء، يقشر. أوكي. عندنا بعد قالق، قاف لام قاف، يقلق أيضا مثل العربي، يقلق أو يهتز أيضا. قالق يعني يتحرك، يقلق، يتحرك، يهتز أيضا. أخليها لأنه هي على يقلق أو يهتز، يتحرك. عندنا بعدين قامخ، قاف ميم خاء، يسحق، قامخ. منه يجي قمخاء، يعني المسحوق الحنطة، القمح يعني. قامخ، شوف قمح عندنا معناه الطحين، يعني هذا دقيق، الدقيق القمح، في حين أنه قسم العرب القمح عندهم هي الحنطة، والقمح هو الدقيق، دقيق الحنطة. فنحن بالعراق حتى العرب يستعملون للدقيق، يستعملون طحين على كل حال. أوكي خليه. فإذا قامح يعني يسحق. قامط، قاف ميم طاء، قامط، يقمط أو يشد، بقوة يشد. بعدين عندنا قامط، قاف ميم تشي، تشي، يقرص، قامط، يقرص. عندنا قانز، قاف نون زاء، يعني ينطوي، ينطوي على نفسه، أو مثلا ينزوي أيضا، يجي ينزوي، ينزوي. أوكي، ينطوي، قانز، كنيزة. أوكي. قانط،
قاف نون طاء قانط يقنط. وقنطة عندنا معناه خطر، عندنا خطر. القنطة قانط يقنط أو يخطر بالعربي ما في يخطر يعني يسوي خطر يجعل. أوكي قانط يقنط. عندنا بعدين قافخ قاف بي خاء يكفخ قافخ يكفخ كفخ. شو يعني يكفخوا؟ شو يعني يكفخوا أبونا هاي؟ يعني يضربوا على راسه هيك. شو بس احنا ما بنستعملها يكفخوا. عجب. عمرنا أول مرة بسمعها بحياتي. أنت بتعلمني، أنت بتترجم من الأشوري للصيني. يكفخوا. ليش؟ لأن احنا نستعملها بالعراق. قافخ. شوف شو يقول هو ايوه اوكي هذا كلام غريب. ايوه عجيب. هي شوف موجود. كفخ لطم قمع طيب ردع. لطم حطها لطم، الله يستر عليك، لانه يكفخ ولا عمري انا سمعتها بحياتي. عجيب موجوده بالقاموس يا استاذ. وانا شو خصني بالقاموس؟ انا عمري ما سمعتها. دقيقه شوف لازم اروح على ايه وين القى هذا؟ وين القى هنا؟ ما القى هنا. وين هذا؟ حتى اروح حتى اغيرها. على كل بعدين اغير انا. هذا راح يصير وجع راس هون. وأنا بغنى عنه. أوكي فإذا قافخ يكفخ أو يلطم، يعني يضربه على رأسه هيك. أوكي. وعندنا قافل قاف بي لام يعني يحضن. عندنا قابل مثل قبلة، هي كمان من هاي. لا قبل عين ناشق. طيب يلا كمل. الله بعيد. ايوه قابس قاف بي سين يغزن او يقبض، يعني حتى منها جايه قفس يعني قفص. يقفص يمكن يقفص في فعل قفصه يقفص ما في. يغزن يقبض. ايوه. عندنا قاسم. انت بتعلم عربي ولا بتألف عربي؟ ألف شوية هم لازم نألف شوية، لازم نجدد أيضا باللغة العربية نجدد. لا بس يعني الله يستر عليك، خلينا على اللي نعرفه. هو ما بالقرآن في كلمات ما بالعربي ما تستعمل كذلك. نحن نقدر عندنا فإذا يعني عندنا سابقة فنقدر نعمل. لا أبونا خلينا على اللي بنفهمه. الله يستر عليك. هيك وهيك مش عارفين نخلص عنا. لدينا سابقة. أوكي الله ما يخاف. بعدين عندنا قاسم قاف صاد ميم قاسم يعني يسحر ينجم. القسامين مع بالعربي ما يستعمل. قسامة يعني المنجمين أو السحرة. مذكور في القرآن هاي الكلمة موجودة؟ اي قاسم. القص اي موجود الفعل هذا. شفت هذا وجت بالعبري، وبالعبري كمان جت بالتوراة. قاسم يسحر ينجم. ايوه لا تتبعوا القسامون. ايوه بالضبط القسامون. ايوه هي شو اسمه. لانه ابونا كان يقسموا الامور بالاسهم. لانه هي من قسم يقسم. بالسين هو هاي بالصاد هي. ايوه منيح بس يعني ما هو السين ايوه والصاد من هناك هو يعني نفس اصلها الشيء. هيك يقسموا هيك. يظهر هيك. الله بعيد. ظهر. هو هاي شو اسمه عندما راى نبوخذ نصر هاي الرؤيه بتاعه الحلم وما قدر وهذه، فدعا القسامين والسحره والمنجمين والكلدانه والما اعرف ايش ما موجوده بالتوراه. هو هاي القسامين والمنجمين. ايوه موجوده في شو اسمه. في القرآن استعملت هي كذلك. شفت قاسم.
قاصب قاف صاد بي يقصف قصف عربي مثل قصف. قارئ بقاف راء باء ملينة قارئ يقترب، يعني قارب يقترب قارب. يعني أبونا مثل واحد يروح يأخذ القربان المقدس هنا كمان أيضا يقترب إلى المائدة المقدسة، هي قارب. أيوة، لأنه هاي الكلمة جت في القرآن. واقترب. هي نستعملها نحن كثير على هذه بهالمعنى. مرة تقولها بهالمعنى، يعني قرولخ، يقول رحت كنيسة قرولخ، اقترب يعني أخذت القربان المقدس، تناولت. قارب. أوكي. فبعدين عندنا قارخ قاف راء خاء أو بريش خيت، يتوضح، يعني شيء يصير واضح، يصير شو يسميه، يعني كلير، يكون كلير، يعني كلير. ايوه يتوضح واضح عليكم، مو مشوش، مو معتم، ولكن واضح. قارخ قريخة. وحتى إذا اللون يقول هذا وضح كثير، صار واضح كثير، يعني صار باهت تقريبا، تستعمل أيضا كذلك، مع أنه في هناك فعل خاص بالنسبة للون. أوكي، نجي عليه. بعدين عندنا قارط قاف راء طاء قوبرش طاء طيت يعض، مثل العربي قرط، أيضا قرض يقرض، أيضا يعض أو يقرض يعض. أوكي. عندنا قارم قاف راء ميم قارم يغلب. نحن في الأشوري المعاصر قارم نستعملها يغلب غلب يغلب قارم. أوكي. قارب قاف راء بي قوب ريش بي يحتشد، يعني كلهم احتشدوا في المكان، كلهم قول اكو في كلمه هيك بالعامي العراقي بالضبط هيك، يعني هم كلهم شو يقولون قربلون تامه، يعني الناس كلهم احتشدوا في فلان مكان، يعني وقعوا في فلان مكان. قارب. اوكي. قارص قوبريش صادي يقرص، هذه كلمة أصلية صحيح قارص. وعندنا كلمة أخرى هذه قامج بنفس المعنى، قامج، ولكن قارص وقامج نفس المعنى، يقرص. أوكي. وعندنا كلمة أخرى قارش. قارش قارش بالضبط. قرش، شوف هذه ما جت بالي، قرش ما أعرف على بالعربي، يعني يسقف يكوم. فمن هنا يقال أنه جاء اسم قريش حسب بعض الكتب عندنا. أيوة يقول اسم قريش لأنه كانت مجموعة كومة من مختلف هذه القبائل. لو حتى قالوا إنه قريش هي يعني كان يجمع القرش، الفلوس. قالوا أوكي، بس كمان هي هيك كمان هيك. أوكي ممكن. بس هي شوف هذا الفعل، هذا الجذر قارش، يعني هو يكوم، يسقف. مثلا نقول قرش بيتك، يعني سقف البيت، قرش البيت. قرش. أوكي. راقد را جيم دال يرجف. راقد يرجف. راقم ريش جمل ميم راقم يرجم أو يقذف. يرجم رجم يرجم، هاي راقم يقذف يرجم. أوكي. راغش هذه ما طلعت هذه راغش بالغين، الجيم صاير غين نقطة كبيرة تحتها. راغش يحس أو يشعر، راغش. ومن هنا تجي الحواس الخمسة، خمسة رغش، رغش ليه يعني حس شعر، راغش. بعدين عندنا رادع مو معنى يردع بالعربي رادع، وإنما يرضى. راضي نسميه، نقول احنا اللفظ راضي يرضى. رادب
را دال بي رادب يضطهد أو يطارد، حتى يجي يطارد يضطهد. عندنا في القرآن أردفه. فعل أردف، ردف، أردف. بمعنى يضطهد. معنى يتبعه يعني يتبع، بس بالمعنى إنه يلحقه. اوكي. الملاحقة يعني، تعرف. ايوه ممكن. نعم، شوف عندنا نفس المفهوم تقريبا. أيوة. نفس الفكرة بالضبط. اوكي، عندنا بعدين راوز، را واو زين، يسر او يبهج ايضا، مثل باسخ، فصخة قلنا، فصح فصحى. وراوز ايضا، راوز يعني لمن واحد من فرحه يطفر او يرقص، هذا يقرواز روزله. هي لما هذا الفعل مستعمل بشتى التعبير على ما قالته مريم لإليصابات عندما زارتها، وإليصابات قالت: عندما وقع صوت سلامك في أذني رقص الولد والطفل في بطني. راوز الرزل يالا جوكيسي، يعني رقص الولد أو سر يسر، من سروره رقص، شو نسميها هيك، فيسر راوز، روازة. راوخ، را واو خاء، راوخ يتوسع، يرحب، صار رحب، صار واسع. رويخوتا الرحب. اوكي. راخت، را خاء طاء، يركض، راخت. بالآرامي راهت بالهاء مو بالخاء، إنما نحن بالآشوري راخت، يركض. راخم، شوف راخم، راء خاء ميم، الراء بالفتحة الطويلة، هاي كلها فتحة طويلة، لهذا الثلاثي هو راء خاء. الخاء هنا غير مضاعفة، هي واحدة. راخم يعني يحب. أما فمن جت رخمة، راخم، رخمت، رحمن، رحيم، رحمة، راحم يعني يحب. أما رحم بالاثنين خيط، اثنين حاء أو الخيط، يعني معناته المادة قصيرة، فتحة قصيرة بالراء، هناك هذيك المعنى يرحم. شوف قريبين جدا باللغة الآرامية والآشورية الفعلين، هذا يرحم ويحب، قريبين جدا على بعضهم. فقط هذه راحم ورحم، راخم ورخم، يحب ويرحم. أبونا بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة. هل هي من هذا الفعل ولا من هذاك اللي برحم؟ حقيقة إذا ما نشوف الأصل شلون مكتوب بالآرامي، واحد ما يعرف، لأنه ممكن تكون هيك وممكن تكون هذه. طيب أنا الرحمن الرحيم، أو ممكن تكون المحب المحبوب. بس أنا رأيت إنه عندكم كانوا البطارقة تاع أنطاكيا يبدأون رسائلهم بسم الله الرحمن الرحيم بالسرياني، بالأشوري. شمآوة يعني رحمن رحيم. أوكي. شمآبة، شمآلها رحمن رحيم. أيوة. ممكن أنه رحمن ورحيم، ممكن تكون المحب المحبوب، ما نعرف حقيقة. يعني أنا مرات أميل هيك، مرات أقول صراحة نقولها أنه غير واضح. إذا ما نشوف نعرف أنه شو كان القصد، كان الحب أو الرحمة، لأنه ما قلت لك الفعلين هذه كثير قريبين على بعضهم. الشيء اللي يفصلهم عن بعضهم هو هاي الحركة الراء اللي هو الحرف الأول في الفعل. أيوة. لأنه إذا ما في حركات ما بتقدر تعرف. لا، إلا إذا كان مكتوب في جملة طويلة، من الجملة نعرف أنه إذا يتكلم عن الحب أم يتكلم عن الرحمة. أيوة. أستاذ سامي، أنا أسألك شيء. المحبة، تمام، عندنا حب وعندنا محبة بالعربي. أيوة. أوكي، شو الفرق بيناتهم؟ الحب والمحبة نفس الشيء. فأنا أظن أقول هيك، يعني هذا اجتهاد من عندي،
أن جائز أنه المحبة تقابل راخم هذه، والحب يقابل هذه، والمحبة تقابل الرحمة، لأنه المحبة هي حب مع الرحمة. بهل الترتيلة التي أوبي كاريتاس أوبي آمور آمور بكاريتاس آمور ديوسي بيست. أيوة، حيث المحبة والحب هناك الله. لا، كيف بيقولوها بالعرب؟ حيث المحبة والمودة، هيك عم نقول احنا بالعربي. ما أعرف أنا باللاتيني يعني. لا، بالعربي احنا نرتلها حيث المحبة والمودة مودة. أوكي. فهناك الله. أي فهنا ما هو هنا فرق بين كاريتاس وآمور. أيوة بالضبط، بين المحبة والحب والمودة يعني. أيوة، بين الرحمة والحب بالضبط. فهي شفت يعني هم قريبين عن بعضهم جدا. أيوة، المفهومين، الكونسبت، الكونشيتو، يعني قريبين عن بعضهم. أيوة، مثل منظمة كاريتاس اللي عند الكاثوليك. أيوة ما تعرفش هل هي محبة أم هي رحمة. نعم بالضبط. احنا عندنا يقول ارحموا. يعني تعرف ترحم شو يعني يرحموا؟ يعني اقتلوا. اي ارحموا. هذه خطيرة. لا، حتى لا يقولوا، بس مختصر، لا ترحموا يعني يقتلوا. بس رحموا، بس يعني اوقات يختصروها يقول ارحموا يعني اقتلوا. فاهم علي؟ يعني لا ترحموا. ايوه. وبالمصري يحبوا يعني يبوسوا. ايوه 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 خلينا لا عليك اللي اشرك منه. احب على ايدك يعني ابوس ايدك. حب ايده. نقول حب ايده. يعني باس ايده. يقبل ايده. ايوه يقبل ايده. حب ايده بالضبط. شفت يعني. نعم هيك. اوكي. عندنا حب على الايدين وضحك على اللحى. حب على ايديه، على اليدين وضحك على اللحى. ضحك على اللحى. يقول الايد اللي ما تقدر تقطعها، قال حبها وادعي عليها بالقطع. ادعي عليها بالقطع. احنا يقولوا عندنا الايد اللي ما تنداس تنباس. ايوه، الايد اللي ما تنداس تنباس، يعني اذا ما تقدر تبوسها تدوسها فبوسها. هذا هو. ايوه هذا ابونا جاب المسيح في قصة. المسيح قال إذا أنت خصمك ما يعني عدوك مش عارف تنتصر عليه، أحسن شيء تدعوه وتعمل صلح معه. راضي يعني. هو الإنجيل في واحدة من نعم إذا كان قصدك فبالطريقة أنت قبل ما تصلوا إلى القاضي راضي أحسن. أيوة كان يعني صاحب حكمة صاحبنا. أيوة حكم. طبعا. شوف يعني الناس اللي دعوا للأديان، يعني كل الأديان، يمكن البوذية أيضا وغيرها، يعني كان المفروض أنه الدين يكون علم الأخلاق الحميدة، يعني التصرف الحميد الجيد. هيك وهيك حسب جيد، لازم هيك يكون دين. أما الدين يروح يقول سياسة وعسكرة وهذه وضرب وقتل وهذا ما أعرف أنا وحسب الأيام. الأيام لا ما ممكن. لا لازم يكون مبدأ، يعني الدين لازم هيك يكون الأخلاق. وبعدين عندهم مثل ما أنت تقول عقائد، في هناك عقائد وهو طقوس ما طقوس، ولكن المهم هي الأخلاق، أنه دين لازم يعلمنا الأخلاق الحميدة الصالحة. ما هو نفس الشيء أبونا جال لاعب عليه. القانون ممكن للخير وممكن للشر. القانون يعني القوانين النازية كانت تسمى قوانين. هي صح. هي استغلال طبعا. هذا سوء استعمال القانون. هذا سوء أبيوز. هذا أبيوز. نظام بيكون متعسف أو نظام عادل. نعم. ولكن طبعا استعمال القانون للشر هذا هو إساءة استعمال.
اكيد اكيد تمام. ابي دو دروا يلا نكمل. اوكي. راخق، عندنا راخق راء خاء قاف، يبتعد. راخق، رخيقة، بعيد. ايوه. بعدين عندنا راخش. شوف عندنا راغش، شفنا راغش بالغين، عندنا راخش بالخاء، راء خاء شين، يمشي. راخش. شوف كيف انه تبدل هذه بالمعنى. بعدين عندنا راكو. راكو بالباء الملينة، راء كاف باء ملينة. راكو يركب بالضبط. شوف أصل راكب. مركو، مركواثة بالآرامي أيضا بالشطة يقول مركواثة يعني مراكب، مراكب الملائكة، مركواثة الملائكة وغيرها. أوكي. المهم بعدين عندنا راكخ، راء كاف خاء. لا بس مش مراكب الملائكة، مواكب الملائكة. مواكب، أيوة عفوا. يعني مركواثة يعني مركبة ماكو أيوة مركبة. أيوة أيوة تحت الخيل. يعني الله عنا جاء على مراكب الملائكة. أيوة أيوة أيوة. مركبة. أوكي. عندنا راكخ، راء كاف خاء، يلين. هي هاي الأتوات الكيخ، نقول الحروف الملينة. يلين يلين راكخ. مركخ يلين. أوكي. الرامي، رامي راء ميم أليف ورامية الأصل، يرمي رامي. رامز، راء ميم زاء زين زاء، رامز يرمز. ويرمز تجي بمعنى يشير أيضا. عندنا بالآشوري، ما أعرف إذا بالعربي أيضا يمكن يرمز إليه. يرمز إليه يعني يشير إليه. نعم صح، هي نفس الشيء. رائم، راعين ميم، راعم يرعد. رعمة هو رعد. لهذا تتذكر اكو اثنين من تلاميذ المسيح كانوا يسموه بني رعمة يعني أولاد رعمة، بني رعد، بني رعمة. أيوة. فرعم يرعمو، راعم يرعد، رعد. رائش، قلنا راغش وراخش. هنا عندنا رائش، راعين شين راعش، يستيقظ. هنا أنا أقول لك يعني كثير من الآشوريين عندنا جماعتنا اللي ما دارسين وما يعرف هذه، فبس سامعي بالسماعيا، فيخلطوا بين الاثنين، بين رائش وراغش. راغش يحس إحساس شعور بالحواس، رائش يستيقظ، يوعى بالعقل. رائش راغش ورائش. أوكي. بعدين رابس راء بي سين، يرفس. مثل ما العربي رافس، يرفس. رابب راء بي رابب يرف أو يهتز. فالبابا منها تجي نحن نستعمل الدقيقة و شو الدقائق شو هو أقل من دقيقة بالعربي؟ ثواني. ثواني. هي ربابا نحن يعني ثانية. ربابا نستعملها من فعل هذا. راب بيرف يعني رفة، طرفة عين. ما يقول مربوز طرفة عين، يعني رببت عينه. هي ثانية رفة. أوكي. بعدين راقد، راء قاف دال، راقد. طبعا العربي يرقد يعني يموت، ما يرقد، إنما هون يا راقد يعني يرقص. عندنا راقد، رقدة ويرقص، رقص يرقص. أوكي. راشم را شين ميم، يرسم. شوف السين والشين
بالعربي بين العربي والآرامي الشين والسين تتبادلان المواقع. راشم يرسم. راتم، راء تاء ميم، راتم يلفظ، لفظ يلفظ، راتم. من هون جاي رتمة، ورتم بالإنجليزي بالهذه رتم يعني رتم بالموسيقى، رتم الإيقاع يعني. إذا هنا نحن يلفظ، راتم ارتامة يعني يلفظ، لفظ يلفظ. شاوق، شاوق شين باء ملينة، شاوق، شاوق يترك أو يسمح. هاي اللي لما شبكتني. أيوة، شبقتني ما تركتني. أما بالأبان الذي شوقلا خوبين وخطاهين، اترك أو اصفح عنا أو اسمح لنا خطايانا، اغفر لنا. شاوق تجي بمعنى يترك ويسمح أو يغفر. أيوة. شاوق. شاغش، شاغش بالغين هذه، شاغش يعني يضطرب. شغيشة مضطرب، مثلا البحر المضطرب يقول يا مشغيشة، البحر اليم المضطرب، يا مشغيشة. اوكي. شاهر شين ها راء يسهر، شاهر. شهرة سهر، سهرة شهرة شاهر. أما سهرة فمعناه قمر. شوف، سهرة وشهرة، سهرة هو قمر، شهرة هو سهر يسهر، فطبعا يسهر على ضوء القمر. قريبين عن بعض. أوكي. شاور شين واو راء، شاور يقفز. شاخم شين خاء ميم، شاخم يزدج يعني سادج، سادج أيضا ملوث نفس يزدج مع العربي، بالعربي موجود يزدج يعني صار ساذجا، أصبح ساذج. ايه معروف. ايه بالذال، ذال مو بالدال، ذال عربي تمام. ساذج يجوز. ايوه بالذال. بالذال راح أعملها بعدين. أوكي. شاخن شين خاء نون، شين خاء ميم يزدج، شين خاء نون يسخن، شاخن مثل بالعربي. شوف سخن شخن شخن سخن شخن. اوكي. شاخق شين خاء قاف يسحق، شاخق. كان عندنا ايضا قامخ، تتذكر قامخ يسحق، لكن قامخ اكثر تجي هسه تذكرت يطحن، احسن تكون قامخ يطحن، شاحق يسحق. اوكي. شاخر راح اصحح هذيك. شاخر شين خاء راء. اكتب ملاحظة عندك ابونا عشان ما تنساش، اخذ ورقة وقلم واكتب ملاحظة مشان تعرف لا تنساهاش، لانه احنا بننسى. صحيح. ننسى. اسهل لك بقول تدور على كل كلمة وتنسى. او تحط الاحمر، بس الاحمر يظهر عليك عندك صعوبة. شوف هي شوي صعبة انا خلي عليها. ملاحظة بالقلم، قلم ورقة. ايوه خلي اسوي هيك. حتى اعرف انا وشو معك. اوكي. شاخق يسحق، هوني شاخ، هوني لازم. اوكي خلي تكون هيك. اوكي. عندنا شاخر يسخم، شاخر يعني يصير اسود يتفحم، شاخر. شخرة هو فحم، سخام سخام، شاخر يسخم يفحم يتفحم. شاطخ شين طاء خاء يتسطح، شاطخ
حتى يجي معنا شطوخ يعني تسطح شوية، نام يعني تسطح. هنا أقول لك نكتة. مرة واحد صديق كانوا أصدقاء بالدار المعلمين، كان طلاب، صاروا واحد كردي واحد عربي، اثنيناتهم تخرجوا، كل واحد راح إلى منطقته. يوم العربي جاء يزور صديقه الكردي، فأكلوا اتغدوا وكان صيف، فيريد هذا الكردي يقول للعربي صديقه أنه تمدد، ما تمدد يعني بعد حتى تمدد شوية هيك، نام لك شوية تمدد. قال له فكر ما جاب بالعربي شو يقولون لهذه تمدد. فقام قال صديقي سوي نفسك طويل، سوي نفسك طويل. بدل ما يقولوا تمدد قال سوي نفسك طويل. شو انا اسوي نفسي طويل؟ يعني سوي نفسك طويل هيك يعني. يقولوا تمدد، تسطح. سوي نفسك طويل. اوكي. شاطب، شين طاء باء. صوت الطائرات، اول مره نسمع صوت الطائرات هيك، طائرات حربيه. اوكي، سامع انت؟ ايوه لا يكون هجوم على روسيا. لا شاطخ. احنا لما الطائره بتطير هيك، بتعرف شو بتقول براطيل؟ الضرائب بتاعتنا بتطير. كيف الضرائب تاعونا بيطيروا. الضرائب الفلوس اللي بندفعهم، فاهم علي؟ بيطيروا. لانه هاي الطياره ما بتطير بالهواء بلا شيء، طبعا بتطير بفلوس تاعونا. صحيح بالضبط زي شو بحسابه. شاطخ. تعرف القصة، احنا عندنا نكتة، واحد راح على فلسطين واسرائيل يسميها اللي تريد، فاهم علي؟ بده يروح على حائط المبكى. حائط المبكى. فما مش عارف كيف يقول شو حائط المبكى، يعني المكان هيك، ويدور. قال له وين هذا اللي، قال له انت شو تبحث؟ قال المكان اللي بروح ببكوا فيه. فراحوا ودوه عند وزارة الضرائب. قالوا هاي ده واحد يبكي. تمام. كل الناس يجوا يبكوا هون. صحيح صح. ضرائب. هناك هو شفت صورة حلوة نشرتها بالفيسبوك اليوم. هذول يصلوا أمام حيط المبكى، ملابسهم هذول رجال الدين اليهود. ولد صغير حدهم نزل ملابسه وببول على الحيط. وواحد كتب تعليق هذا الوحيد اللي عارف شو فائدة هذا الحيط. غريب. هذا صحفية شافت عملوا هذا خيال وكل واسع. هذا شو اسمه، واحد الصحفية راحت عند عجوز كبير عند اليهود، على الحيط يصلي. قلت انت شو تعمل هون؟ قال لي سنين وجاي اصلي لشو؟ قال لي بصلي للسلام. وقال لي النتيجة، قال لي يظهر علي بحكي لحيط. بحكي بحيط. ايوه مش سامع يسمع ولا يستجيب. ايوه. ايه شو تساوي يا ابونا؟ هاي شو تسوي واحد؟ يلا ابونا، ما علينا الا هذه وثنية يا ابونا. ايوه. هذه الوثنية. هذه الوثنية. مثل هذاك اللي يروح يرموا حجار على الشيطان هذول، او يروح يبوسوا حجر اسود، كلها وثنية. نعم. كلها وثنية. امور غير تعرف قصة السامرية؟ هل نعبد الله في هذا الجبل؟ ايوه جبل او في الجبل. قالوا لا بهذا ولا بهذاك. لا بهذا لا، لكن الحقيقة كله المكان. غلبونا بالجبال هذول تاعون، الجبال والاحجار والصخور والمعرف ايش والمعابد والبنايات. ايوه. يلا ابونا كمل. ايوه شو نسوي؟ اما لا اله الا الله. لا تفضحنا، خلينا ساكتين. اما لا اله. خلينا ساكتين. صحيح.
اوكي. شاطب شين طاء بي، شاطب يشطف يعني يشطف، مشطف يشطف يشطف. اوكي. شاكن شين كاف نون، شاكن يسكن أو يهدأ. يسكن مو يسكن مكان سكنة، وإنما يسكن يعني يكون ساكن، سكون من السكون والهدوء، يسكن يهدأ. أوكي. شاكر، شاكر هي من العربية يشكر، كاتب على نون خاء نخراء يعني أجنبية، كلمة عربية. شاكر يشكر، نستعملها نحن بالآشوري، أما بالأرامي القديم لا، الآثوريين نستعملها. شاكر. بعدين شالق شين لام جيم جيم، شالق يقلع. وهذا كلمة يقلع عندها كثير كثير شو اسمه، كثير أفعال، كلمات تعني هاي، ناتشل وشالق وشالب وكثير في. أوكي. شالخ شين لام خاء يشلح، يقول كلدان شالح بالفعش، يشلح مثل العربي يشلح. فشوف الأقباط استعملوه هالكلمة للواحد لما مثلا راهب كان، أو هذه مثلا طرد من الدير أو هو ترك الدير، يقول هذا شلح مشلوح. حتى القمص زكريا يقول هذا مشلوح. ايوه معروفه. ايوه مشلوح يعني شنو، جاء من هون شالغ يعني سلح شلح ملابس الكهنوت، شلحوا ملابسه ايوه شلح. اوكي. شالم شين لام ميم يسلم ينتهي. مثلا شلم شالم، شلم لي فلان شيء، مثلا كتاب بالنهايه يقول شلم لي يعني انتهى. او سلم ايضا، شلم لي يعني سلم، يسلم. شالم. شالب، شوف جينا على شالب شين لام باء بي، نزع خلع، مثل قلع نزع خلع. احنا بنقول بالعب ابونا ايضا شلفه. شلفه يعني سرق. القط يدخل البيت شلف الاكل. او واحد شلف الاكل يعني انتزع خلع. شلف هي نفس الفعل بالفعل. شالف. شالق شين لام قاف يسلق، بالعربي شوف شين سين يسلق. شامط شين ميم طاء. شو يعني يسلق ابونا؟ يسلق الخضار، يسلق اللحم. انا فكرت يتسلق. لا يسلق هذاك غير. يسلق يطهي يعني يطهي او يسلق، يجوز يسلق افضل لانه هو طهي باشر، عندنا باشر يطهي. ايوه اوكي. شامط شين ميم طاء يكسر او يستل السيف. شمط سيفه يعني استل سيفه، وشمط معنى كسر الإناء. ايوه يكسر او يستل. شامن شين ميم نون، شامن يسمن يعني يصير سمين، يصير تخين، مثل المصريين يقولون تخين. شامن. شامئ شين ميم عين، شامئ يسمع، قريبة عن العربي. شانز شين نون زاء، شانز يشذ، شنيزة شاذ. على اساس هذا الشواذ الجنسيين هو من هذا شناز. ايوه اي شيء شاذ ايوه يشذ عن القاعده هو شنيز. انا امبارح سمعت حلقه في التلفزيون الفرنسي بيقول لك ليش زاد عدد هذول الشاذين الجنسيين. انه في بعض العلب الكوكاكولا وهذول والبلاستيك بضيفوا لها مواد مشان تخليها تصير صلبة، فاهم علي؟ وهذه المواد
خاصة إذا خذوها المرأة الحامل بتخربط الهرمون، بتخلي الولد يصير بنت. واو. وحكت يعني شيء غريب، كتبت كتاب من 400 صفحة جاء شرحت هذا. قال يعني إنه ليش هذول صار عندنا هاي الظاهرة؟ قال لأنه هذول يعني لهيك من الأفضل أن تشرب في قنين الزجاج من هذول العلب اللي هذول أو بالبلاستيك. حتى البيبرون أبونا مشان تخلي البيبرون قاسي للأطفال داخلة في مواد تسمقه أو تخليه قوي، وهاي تأنث الهرمونات. عجيب. أي شيء غريب، شيء غريب. قال يعني لهذا السبب يعني زادت الظاهرة بسبب إنه في خربطة خاصة إنه في الأشهر الأولى للحمل، فهمت علي، اللي بتحدد فيها هل هو ذكر أو أنثى. نعم. هذا الموضوع بيدخل في هناك وبخربط الهرمونات للطفل. غريب. والصحفي قال لك طب كيف يسمعوا امور مثل هيك؟ ليه بيسمعوا مثل هيك؟ قالت ايش شو تعمل بدك وعامله ابحاث مثل هيك 400 صفحه الكتاب. يعني هذيك المادة اللي يضيفوها إلى البلاستيك حتى يتقوى، أيوة، هي هاي المادة تؤدي إلى الأمور هذه، إلى الشذوذ الجنسي. عجيب. شذوذ الجنس طبعا مو بصورة مباشرة، إنما لأنه هرمونات الأنوثة تزيدها. أيوة. هو قال دائما كان في شواذ في نعم. لكن مو الأعداد الضخمة هاي. وخاصة هلا أستاذ في الدول هذه يعني يشجعون الناس على الأشياء، يشجعون الأولاد في المدرسة. هذه كثير خطيرة. مو فقط مو سبب التشجيع أبونا، سبب إنه زاد عددهم، ما تقدر تبعدهم. فهم علي؟ زاد عددهم، فما تقدرش يعني مو بإيدهم. أولا هذول الشواذ مو بإيدهم، يعني الطبيعة خربطت لهم. يعني ما في عندهم حل. عندهم حل. يعني التربية ما تنفع. ما لها دور. يعني إذا أنت بتسقي هرمونات الأنوثة من صغره ومن بطن أمه، مو قصة أخلاق، قصة ميكانيكا. عجيب. يعني فأنا شفقان عليهم فعلا، يعني من كثر عددهم ما تقدر تقعد تحرم بيهم. يعني شو تحرم يعني من صغرهم يقول لك الأولاد يصيروا مخنثين. عجيب. حتى قال يعني ديروا بالكم البيبرو هذول، البلاستيك تاع البيبرو فيها يعني مواد. حتى الأم لما تكون حامل لازم لا تشرب هالأمور أيوة. واضح. تقول هذا مثلا العلب الكوكا كولا بالحديد أو علب البلاستيك ومثل هيك، هاي فيها مواد اللي تخلي هرمونات الأنوثة. حتى الحديدية المعدنية. أيوة يحطوها هيك. قال أفضل شيء هو تستعمل الزجاج. فيعني هنا المشكلة صارت يعني إنه يعني هذا اكتشاف جديد، هو إن شاء الله بلكي يعملون شيء معلومة. امبارح يعني حوالي ساعة، يعني اكتشاف جديد. استغربت أنا، يعني ما كنت أعرف إنه خربطوا القصة هيك بالصناعات. هو المادة هذه المادة كانت تستعمل بالبداية لمنع الحمل، فاهم علي؟ وبعدين اكتشفوا انه هذه المادة تقوي البلاستيك والاشياء مثل هيك، فاضوفوها للبلاستيك. غريبة. يعني شو حقيقة الاختراعات وهالصنع. ايوه المصنعات هاي صار مثلا انا اتذكر لما البلاستيك يعني صار نزل للسوق تجاريا، اواني بلاستيكيه جدي يعني كان بالنسبه تقدم عظيم. يعني اتذكر الخمسينات، نهايه الخمسينات كان نزلت عندنا بالعراق الاواني البلاستيكيه، فكان صار يعني شيء دعايه كبيره لها، والناس يتكلمون شوف هذه اواني قد حلوه ما تنكسر وخفيفه هذه الثقل وزين. وما اعرف ايش وهيك وقويه وفلان. شيء غريب يعني. كان عملت ثوره حقيقه.
بس بعرف أنه هناك لها كثير من السلبيات أيضا على الصحة. يعني عدا المادة هذه، الأواني البلاستيكية لها مضار كثيرة على الصحة. وحتى مش لازم تسخن شيء بالميكروفيلم، ميكرو شو بسمى الفوق هذا الميكرو ميكروويف. ايوه بالبلاستيك. ايوه صح خطر لازم تحطه باواني من زجاج. نعم. وحتى انا كنت اقولهم عندنا مثلا هاي الزجاجات البلاستيكيه بتاع الماي والغيرها، عندنا تعرف شمس حارة كان يحطوهم هيك قدام الشمس، كنت اقول لهم يابا هذا السم راح يصير سم، هذا يسخن هذا بالشمس، فالبلاست هذا راح يطلق المواد سامة بالمشروب هذا. على كل يعني بنتعلم سرياني او عاشوري، وبنتعلم كمان ثقافه عامه وصحيه يعني ما يقدر يتغاضى عنها، لانه امور الحياه تهم كل الناس. تمنا نحن معلمين الاشوريه والذين لا يتعلمون الاشوريه. ايوه هي الفوائد الصحيه. صحيح. انا يعني حتى الصحف انجن قال لو شو ليه ما قلنا العكي هذا، ليه بخلوهم يسووا هيك؟ فاهم عليك؟ انجن المسكين. هاي لعتها قد كثروا هسه ولا لهيك. انا اقول انه يشجعون. لا ما التشجيع ايضا من المعبيش صارت هيك. لا من كثرهم ما يقدروا يستثنوهم. جايز. فمجبورين ياخذوهم بالحسبان. نعم. من كثرهم. صحيح. وما يدروا انهم هذول البلاستيك اللي خرب حياتهم، المساكين هذول. والحبل على الجرار بعد، شوف راح يكتشفون كثير الامور من ايوه ما تدري يا اخي. الصناعات الحديثه افضل شيء تشرب بكفك ابونا، تشرب نحن قعدنا بالطاسه، طاسه مال فافون وهذه. ايوه فافون الحديد هذه. يا ابونا. اوكي. انت تعرف ابونا يا حتى احد اسباب انقضاء الحضاره الرومانيه انه كانوا يستعملوا اواني فخاريه فيها رصاص. وهذا قلل نسلهم. واحد من أسباب فناء الإمبراطورية الرومانية هي الأواني الفخارية اللي كانوا يضعوا فيها رصاص. وليش كانوا يضعوا فيها رصاص؟ عشان تصير ملسة. شيء غريب. شفت علي؟ يعني هذه أمور غريبة عجيبة. كلنا أبونا الرصاص هو سام، حقيقة سام. وأيضا هو شو اسمه يسبب السرطان وهذه. ولهيك قل عدد الأغنياء وعدد الطبقة المثقفة اللي كان عندهم إمكانية يشربوا الأواني هذول الفخارية النظيفة. فانغلبوا. شايف. طيب أبونا كمل. أمور مهمة هذه. أوكي. شانس قلنا يشذو، بعدين عندنا شانق، شين نون قاف. شانق يشنق مثل العربي، أو ينكل أو يشنق. شانق. شانش، شين نون شين. شانش يرتخي أو يعجز، راخي أو عاجز. أيوة. شائل، شين عين لام يسعل، يجمع عربي سعل شعل. شابخ، شين بي كاف ملينة صايرة خي، شابخ يفيض. شابل، شين بي لام. شابل، شين بي لام يشل أو يسفل. يشل يعني مشلول، أو سافل أيضا. سافل يعني بنفس المعنيين تعطي شابل. فكثير من بالصلوات ويا رب أنت حكم سفالتنا وارفع سفالتنا هيك. شبلوثة شابل. أوكي. عندنا شابن، شين بي نون. شابن يسوي
يسوي مكان يسوي مساوي كله هيك يعني. لما يجي على حقل يقول شبن حقله يعني عملوا كله هاي. لما تجي مثلا هالحادثة المكائن الثقيلة تمر على حقل مزروع كله تعمله سويه يعني تخربه كله تعمله سوي. ايوه شابن. شابر شين را شين را شابر يجمل أو يحسن. شبر بعينه يعني حسن في عينه. شبر بعين الملكة حسن في عين الملك شابر. وعندنا مشبر شابر مشبر يعني معناه يجامل من يجمل يجامل مشبرانة مجامل. دائما الواحد يقول هذا ايش قد مجامل هو مشبرانة ما يعجبنا احنا مشبرانة يعني مجامل. شاقل شين قاف لام شاقل يأخذ ينال. شاقل ينال يأخذ. شاقر شين قاف راء يغش. شاقر شقرا غش شاقر يغش. شارز شين راء زي زا شارز يفكك يعني لما نشيء خياط خاصة خياط ماكو الخياط مكان الخياط لما تفتقد هاي يفتقوا أيضا يفتقوا يفكك يفتق. هاي ما كان جدي بالي قد دورت عليها ما أوكي يفكك يفتق. اللي يكتبها بالحروف السريانية يفتق. أوكي. شارخ شين راء خاء شارخ شريخة يجبق يهيج. فيقول هذا الشريخة يعني شبق شهواني هايج. شارخ شريخ شرخ. شارط شين راء طاء شارط مو هو يشرط بالعربي شرط يشرط شارط إنما ينزلق ويتملص يعني لما واحد يتملص من هاي يعني ملص يعني راح أو انزلق من بين مثل ما تخرج شعرة من العجينة مثل هاي شارط شراط شرط مسطة من قبتة يعني تملصت الشعرة من العجينة. شارس بالصاد شين راء صاد شارش يشرس يدب. شفتوا بالهذه بالقاموس يشرس بالعربي موجودة يدب يشرس يعني لما مثلا تطلع الفراخ الضفدع وتبدأ تشرس تدب يعني بالأرض هذه. لا بس احنا ما بنستعمل أبونا شرس أبدا. أنا شفتوها بالقاموس يشرس. بس الشرس له معنى آخر. شرس واحد شرس يعني واحد لا شرس بالسين بالصاد. لا أبد عمري ما سمعتها. يعني يدبوا على كل حال يشرس يدبوا بس أنا شفتوها بالقاموس مكتوبة شرسة ما حد يفهمها. أوكي ما حد يدبوا يفهموها يدبوا. أنتوا عندكم أنت عندك يفهموها في بلدك؟ نعم شرس يشرس شرس. أها أنا عمري ما سمعتها. أوكي أكلم كلنا خلينا شاتل نفس مثل العربي شاتل شين تاء ولا تاء لام يشتل يغرز شاتل. شاتق شين تاء قاف شاتق يسكت. سكت شتق شتق سكت يعني تاء جاية قبل الكاف هنا شاتق سكت. تابع هذه طبعا عربية من عربي ماخذيه بالآشوري المعاصر نستعملها بالقديم ما في تابع. هذه كتاب هناك تابع توع غير معنى بالآرامي توع بالباء تباع يعني انتقم ينتقم. لكن نحن عندنا المعنى العربي نستعملها تابع يتبع يعني يتبع فلان تبيع لفلان يعني يتبع فلان تابع. أوكي استعملها. فعندنا تاور
باء ملينة وراء تاور يكسر. بالآرامي تبر. أيوة موجود في القرآن هاي الفعل. تبر. تبر هي بالآرامي تبر عشان تاور يكسر. يتبرهم تتبيرا. موجود في القرآن. وهذه مو عربي، هذه واضحة وضوح الشمس أنه هي آرامية. هو أستاذنا بيقول هو قلب الأحرف، هي بترة. تبرة يعني الأصل بترة مو تبرة. وبعدين هو يقول لك حتى تبت يدا أبا لهب. هي بترت يدا أبا لهب. مش تبة، هي بترة. أو يمكن تبرت. أيوة تبت تبرة كمان فهمت. بس تبرة هي بترة. أيوة. أوكي. بعدين تاهر. تاء هاء راء. تاهر يتعجب. تاهر. تهرى ربا عجوبة كبيرة. تهرى ربا. هنا صارت ساعة و10 دقائق. وقف دقيقة واحدة ونرجع وخليك. نقف. وخليك بنوقف هذا تسجيل. أيوة ونرجع. شكرا للمشاهدين، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تصلكم الأشرطة القادمة.